فوطة السكرابر من جرين واي ليها استخدامات كتيرة جدا. ده شكلها بتيجي بوجهين، وجه فيه خطين، خط ناعم وخط خشن، والوجه التاني بيبقى ناعم. حلوة جدا للتنظيف للتلميع. انا عندي الشكل القديم منها وعايشة معايا بقالها سنين، يعني بتعيش مدة طويلة جدا. برضو ليها نفس الوجهين. الجزء اللي هو فيه خطين دوت بنقدر ان احنا نزيل بيه اثر الملصقات. يعني لو عندك لزق زي ده كان موجود في الحيطة، فتقدري ان انت تنضفيه بسهولة بالجزء اللي هو فيه المخطط دوت. بتبليها مية وتنضفي بيها، حلوة جدا. تقدري كمان ان انت تخلي احباب الله يساعدوكي، لان هما اللي بيبقوا غالبا هما اللي عاملين الحاجات دي على الحيطة فبسهولة قوي تقدري تبلي الفوطة وتخليهم يستخدموها وانت مطمنة عليهم، ما تقلقيش من اي حاجة، لانها بدون اي كيماويات، بس بالميه والفوطه. بصوا، اي اثر لزق على اي حاجه عندك بيروح بسهوله. حتى المرايات الستيكرز اللي بيقعدوا يلزقوها دي هينضفوها بسهوله بالميه والفوطه. كمان تقدري اللحوسه اللي بتبقى على الحوائط تنضفيها بسهوله بالظهر الناعم بتاع الفوطه السكرابر. بجد رهيبه، حلوه جدا حتى للدهون اليوميه على فكره.